مريضة وعندي السكر وضرب ديال العوينات ودرت عملية عند الدكتور بركات، درتها في رمضان والحمد لله. والناس اللي عندهم السكر يديروا الوقاية ديالهم، ما يتفوش على الحلاوة. الحلاوة خطيرة وخطيرة بزاف والحمد لله. كي دازت العملية؟ عملية دازت مزيانة والحمد لله. هاد الساعة السلام عليكم، معكم الدكتور معاذ بركات، أخصائي في طب وجراحة العيون بمدينة حد السوالم. في البادئ نتمنى للساكنة ديال هذه المدينة برمضان مبارك سعيد، ونتمنى الله يتقبل الصيام والقيام. دونك كما شفتوا هذه السيده هذه اللي بغيت الميساج اللي بغيت نعطيه، وهو بغيت نركز على الناس ديال السكر. الناس اللي عندهم السكر في رمضان تيقدر يتخربق لهم البروغرام ديالهم ديال السكر، ما تيمشيوش عند الطبيب ديال العينين يشوفوا الشبكه ديال العين. ضروري ومؤكد المراقبه ديال الشبكه ديال العين ضروري. دونك الى جا رمضان ما يخافوش من التقاطر، الا داروا التقطيره عند الطبيب ولا شي حاجه، ولا الطبيب عطاهم شي تقاطر ولا شي حاجه، التقاطر لا تفطر. دونك التقاطر الى داروا جميع التقاطر لا تفطر، اي حاجه اللي دارها الطبيب عن طريق قطرات فهي لا تفطر. اذا هذيك الزياره ديال المريض عند الطبيب ديالو ما غادي تفطروش في هذيك النهار. دونك ما يقطعش. الميساج اللي بغيت نوصل هو انه المريض ما يقطعش في خلال شهر رمضان الزياره ديالو عند الطبيب ديالو، خصوصا الا كان عنده السكر، لانه السكر تيكون عنده مضاعفات كثيره خصوصا على الشبكه، يقدر تؤدي الى مضاعفات خايبه. بالنسبه للعمليات، هي احنا بالنسبه لنا كاطباء ديال العيون اكثر العمليات، تقول 99% ديال العمليات تدار عن طريق تخدير موضعي، والتخدير الموضعي فهو لا يفطر. بالنسبه للناس ديال السكر كاين اللي ما تيفطر، تيكونوا نورمالمون فاطرين لانه السكر عندهم مختل، اذا تيكونوا فاطرين. دونك تيشوفوا مع الطبيب الميدسان دو الجينيراليست ديالهم، هو اللي غادي يقول لهم واش غادي يفطر ولا ما يفطرش. دونك ملي تيجي عندنا حنا المريض الا كان صايم تيمكن له يكمل الصيام ديالو عادي بدون اي مشاكل. اما الا كان هو فاطر حيت عنده السكر ولا عنده شي حاجه اخرى، فهذاك تيشوف مع الطبيب ديال العائله ديالو. بالنسبه للقطرات اللي سنعطر تيتبعوهم عاديا، ماشي يقولوا بانه غادي غنخليو التقاطر حتى الليل من بعد تنفطروا عاد نديروا التقاطر. الى الطبيب زاروا الطبيب مع ديك نقولوا مع 10 ل 11 النهار وخرج ليه التقاطر ديالو، راه خصو يدير التقاطر ديالو في النهار. وتنبغي ناكد على عاوتاني مرض اخر حتى هو تيهم بالنسبه هذا خصوص هذا شهر رمضان، وهما مرضى الجلوكوما ومرضى ضغط العين المزمن. ملي تيكون المريض عنده ضغط العين المزمن راه ضروري يدير القطرات ديالو كل نهار. وهناك قطرات اللي تتخذ ضروري خصها تتخذ في الصباح. دونك هذاك المريض اللي ياخذ هذيك التقطيره في الصباح ما يجيش رمضان ويقول غادي نقطع هذيك التقطيره في الصباح، غناخذها حقا وحده ناخذ في الليل وغنزيد وحده اخرى في السحور ولا شي حاجه بحال هكا. فالقطرات لا تفطر. والنصيحه ديالي انهم الناس يديروا الزياره ديالهم المعتاده عند طبيب العيون، وما يجيوش لشهر رمضان يقولوا احنا دابا رمضان حتى يفوت رمضان عاد نشوفوا الطبيب. رمضان ولا ماشي رمضان خص الزياره ديالهم تكون عاديه كما ديما. ورمضان مبارك سعيد.